خلي حد يشتمني واسلم عليه طبعا حقه طبعا ان ما يسلمش عليه. لا انت دلوقتي بتغير كلامك يا لا في فرق. انا يعني بقول لك انا لا في فرق يعني انت دلوقتي بتقول ان زيزو ما ينفعش. في فرق لما اشتم مجلس اداره النادي الاهلي واشتم النادي الاهلي والموضوع يجي في حاجه ثانيه حاجه مختلفه غير موقف هو احمد بيتكلم على ده حاجه وده حاجه دي حاجه ودي حاجه. بعض المواقف من اعضاء مجلس اداره الاهلي مخزيه. ايوه يعني خلينا بس يعني الفكره في ان هل بتبقى مقصوده ان جمهور نادي الزمالك او اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ان هم يستقلوا. هو لو حضرتك قلت حاجه في على فكره هم على علاقه وانا طلعت بدليل ان الاستاذ هشام بيتكلم المهندس خالد مرتجي يعني انا اقعد معاك واقف جنبه. انا لو انا في ما بيني وما بين حد انا مش هقف جنبه. يعني احنا واحنا شايفين العلاقات الفتره اللي فاتت بين الادارتين كويسه يعني. ازاي يعني؟ يعني انا طلعت اتريقت على حضرتك على الهوا يبقى احنا كده اصحاب؟ لا. يبقى انا كده ما بحترمكش. يبقى المشكله في مين؟ المشكله في الاثنين مش في واحد. انا مش بغلط مجلس اداره النادي الاهلي وبقول ان احنا عندنا لا. انت اللي وصلته ان هو يعمل كده. لما عمل معاك مره واثنين وانت ما فيش رد فعل طبيعي هيعمل معاك الثالثه والرابعه. انت عايز رد الفعل ايه يا احمد مثلا من اداره نادي الزمالك؟ ايا كان. انت راجل عضو مجلس اداره، انت مسؤول. انت رئيس، يعني انتوا زي رئاسه الوزراء كده ورئيس الجمهوريه بتاع شعب نادي الزمالك صح؟ فلازم تبقى مسؤول عن تصرفاتك وعن قراراتك. اصل انت معلش يعني انا لما حد يغلط فيا كشخص وسامح او اعدي انا حر، انا مسؤول عن نفسي. لكن لما انا اكون بصفتك بصفتي الشخصيه انا حر صح. لكن لما انا اكون عضو مجلس اداره في نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك وحد يتطاول عليا، هو ما بيتطاولش عليا لوحدي، هو بيتطاول عليا وعلى النادي وعلى المنصب وعلى جمهوري. فما ينفعش ما يبقاش في رد فعل. انا بقول لك وقناه النادي الاهلي بتتطاول على النادي. انا برضو موضوع التطاول دي انا برضو مستبعدها جدا. او مثلا لو في حاجه ممكن يكون في تصريح، هو الراجل ممكن يتكلم عليك في تصريح. الموضوع ولا عمره شخصي ولا عمره في نادي الزمالك. كل يعني الحاجات دي على اليوتيوب. بص يا احمد برضو انت فانا بقول لك حاجات انا متاكد منها. بتاخد حاجات برضو في سكه ثانيه. طول طول عمر مجلس اداره النادي الاهلي يعني تصريحاته او الناس المسؤوله طول عمرها ايجابيه في حق نادي الزمالك. عمرها في كيان نادي الزمالك ممكن تكون تصريحات مثلا حد طلعها في نادي الزمالك فالراجل بيعلق على تصريح. ده مجلس اداره الزمالك ده كيوت ما بيهاجمش حد. يعني التصريح على تصريح اتقال او على موقف اتقال استحاله ولا حد بيقلل من نادي الزمالك ولا حد بيقلل من كيان نادي الزمالك ولا الكلام بيتاخد في الاتجاه ده. طبعا على حد علمي يعني المهندس خالد مرتجي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ناس محترمه جدا. اكمل بس الحته دي يا احمد لان في الاخر هم ناس قامات كبيره وناس محترمه وعلى مدار تاريخ كبير جدا موجودهم بافعالك مش بالكلام. لكن في الاخر انا ما اعرفش فكره التواجد مع الجماهير وانك عايز توصل حاجه للجمهور ممكن تخليك تنزل صوره تتكلم كلمه. هو بقى وضع موجود على السوشيال ميديا ممكن تخليك تنزل صوره زي اللي انت شفتها. انا بحترم نادي الزمالك مثلا كاستاذ خالد مرتجي. انا بحترم نادي الزمالك وبحترم استاذ هشام نصر وبحترم جمهور نادي الزمالك. انزل صوره بروز بيها لقطه ضايقت جمهور نادي الزمالك؟ فين الاحترام في كده؟ فين ان انا بحترم الناس كده؟ امال لو ما بحترمهمش هعمل ايه؟ هل انا كلامي في حاجه بعيده عن هي ممكن تكون مجرد صوره مش مقصود منها حاجه في الاخر. انزلها ليه وافتح جدل؟ انا راجل مسؤول مش شخص عادي. تمام دي وجهه نظرك. تمام يعني ده الحته دي. اما زيزو زي ما قلت لك هو في الاخر ما احترمش البروتوكول زي ما انتوا اتكلمتوا، ما احترمش الناس اللي واقفه كلها. ومجلس اداره سمح له بالكلام ده. حتى نزلت اخبار بعد كده ان ما فيش اي عقوبات. ما فيش فمعنى كده ان مجلس اداره النادي الاهلي موافق على اللي عمله زيزو. طالما مفيش رد فعل يبقى مفيش اصلا حتى بيان قصدك بس. وبزيرة بالنسبه لك مفيش برضو بيان لو غلط. انا والله لسه انا عارف والله الموضوع ده لسه حالا. انت حضرتك كنت بتقول لي انا متفاجئ بس انا لما سالتني بررت اللي هو عمله؟ ما بررتش لان انا ما اعرفش هو عمله ليه وغلط. ان هو ما يسلمش غلط ايا كان بقى مبرراته. انا شايف لازم يبقى في بروتوكول اتحط. اي حد هو في لوائح اصلا لتنظيم الامور الاحترام بين لازم المسؤولين. وفي لائحه وعليا وعليك اللائحه تتنفذ. حصلت من نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ما طلعش استلمت. وحصلت من لعيبه النادي الاهلي قبل كده. وحصلت من كابتن سعد الحفيظ اللي هو عضو مجلس اداره دلوقتي في النادي الاهلي ان هو ما طلعش المنصه عشان يسلمش على الناس. انا بشوف ان لما ما يطلعش يبقى احسن. خلي بالك لو انا شايف حصل لقطه زي انا شايف اللي هي لوائح وقوانين واللي غلطان
وفي عقوبات على كده على الناس يتطبق. اتطبقت. انا شايف ان هي لازم يبقى يعني يبدا يبقى فيه قرار، يبقى فيه يعني بيان يطلع من تنفيذ يطلع حاجه عشان نغير الشكل العام بس. تمام. طيب هتسمحوا لي نطلع لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع احمد. انا سخنت معلش. لا خد راحتك. احنا يعني ما بنقفلش بق حد، وجهه نظرك قولها، وفي الاخر الناس بتبقى شايفه وانت بتقول انت كنت موثق حاجات كتير، انت راجل زملكاوي ويهمك جدا ان نادي الزمالك باعضاء مجلس ادارته يبقوا على قد المسؤوليه، ويعني تبقى الامور بالنسبه لهم بيمثلوا نادي كبير زي نادي الزمالك. وايضا على الجانب الاخر نادي الاهلي مجلس اداره محترم وناس محترمه. ومن وجهه نظري انا الشخصيه اقول لك اهو، انت حر، ما بيبقاش فيه اي مقصود من اي حاجه غير ان انت بتبقى سعيد بالصوره، سعيد بالمكسب، سعيد بالانتصار، سعيد برجوع البطوله او انك بتحقق بطوله رقم 16. كل الامور دي بتبقى موجوده عند مجلس الاداره. هطلع لفاصل ونرجع نكمل مع الكباتن بعد الفاصل.